بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا يقول معنى قوله تعالى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نعم، قال أهل العلم هذا خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن حدث منك شيء فقد غفرته، غفرت ما مضى وغفرت ما يكون وغفرت ما سيكون، انتهى الأمر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كل شيء. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء معصومون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، لكن اتفق أهل العلم كما ذكر ذلك ابن حجر من السلف الصالح من الصحابة والتابعين القرون الثلاثة أن الأنبياء قد تقع منهم بعض الصغائر، كما قال الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك. قول الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه فغوى. قول الله تبارك وتعالى فساهم فكان من إذا بقى الفلك المشحون. فالقصد هذه الصغار ممكن تقع منهم لكن لا يقرهم الله عليها، وإنما ينبههم إليها ويتوبون إلى الله منها. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.